الرجاء يرفع من القيمة السوقية للاعب يسري بورزوق. رفض نادي الرجاء الرياضي مناقشة أي عرض يتوصل به اللاعب الجزائري يسري بورزوق لا يقل عن 3 مليار سنتيم في خطوة والهدف منها قطع الطريق أمام الأندية التي تتربص باللاعب وترغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل. ويسعى نادي الرجاء الرياضي بالاحتفاظ بكامل عناصره المخضرمة من أجل المنافسة بقوة على لقبي البطولة ودوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، لا سيما أنه سارع من الآن إلى توقيع عقود مبدئية مع كل من الحارس مهدي الحرار وهلال الفردوسي، بالإضافة إلى أسماء أخرى يفاوضها الرجاء حاليا. وحدد نادي الرجاء الرياضي الأسماء التي لن يستغني عنها مهما كان الثمن، وهي يسري بورزوق بالإضافة إلى نوفل الزرهوني وصابر بورغيني ثم إسماعيل المقدم وآدم النفاتي. الدراري بالرجولة فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة وشكرا للشعب الرجاوي. استنفار في الرجاء. دخل فريق الرجاء الرياضي في حالة استنفار بسبب مبلغ مالي كبير يجب توفيره قبل نهائي الموسم الكروي الحالي لتزكية مشاركته في دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل. كما أن المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي بقيادة محمد بودريقة يطرق عدة أبواب لتوفير مبلغ مالي يصل إلى 2 مليار سنتيم ستكون مهمة لتأدية مستحقات اللاعبين وفك بعض النزاعات وإنهاء بعض البروتوكولات وغيرها من الأمور التي تضمن السير العادي لفريق الرجاء الرياضي. كما أن المكتب الحالي طرق أبواب مستشيرين للحصول على دفعات مالية أولية مع وعود بتمديد العقود بأهداف جديدة، خاصة أن الموسم الكروي لم يتبقى على نهايته إلا القليل. ويسارع الرجاء الرياضي من أجل التتويج بلقب البطولة الاحترافية للحصول على مكافأة مالية مهمة تصل إلى 600 مليون سنتيم. الرجاء يحاول إغراء إسماعيل خافي بعرض مالي مهم. أكد موقع سبورتسات أن إدارة نادي الرجاء الرياضي ربطت عدة اتصالات بهداف نادي اتحاد طنجة إسماعيل خافي بغية التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم. وقدم النادي الأخضر عبر أحد وكلائه عرضا ماليا ما يتقاضاه اللاعب رفقة اتحاد طنجة، وذلك من أجل إغرائه بالانضمام لصفوف فريق الرجاء الرياضي نظرا للمستويات الجيدة التي يقدمها هذا الموسم رفقة فريق البوغاز، حيث يحتل اللاعب صدارة الهدافين في البطولة الوطنية. ومن جهة ثانية يتطلع محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي إلى التعاقد مع مهاجمين 2 في الميركاتو الصيفي القادم، الأول مهاجم محلي والثاني مهاجم أجنبي استعدادا للمنافسات القارية والوطنية. الرجاء يغير استراتيجيته في الميركاتو الصيفي. اقترب الموعد الميركاتو الصيفي الذي يرتقب أن يشهد تحركات لعديد من الأندية الوطنية وخاصة الكبيرة منها والمنافسة على الاستحقاقات القارية للموسم المقبل. كما أكد مسؤول داخل البيت الأخضر أن المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي يفضل في الميركاتو الصيفي المقبل التعامل باستراتيجية خاصة ومغايرة لما جرت عليه العادة في وقت سابق. وتابع أن الغاية الأولى لمسؤولي الرجاء هي الاحتفاظ باللاعبين البارزين والإبقاء على المجموعة الحالية التي تبقى ناجحة ومحققة للأهداف المسطرة قبل انطلاق الموسم القادم. وسيعتمد فريق الرجاء الرياضي بصفقات على المقياس معتمدا على الأهمية والجودة بدرجة الأولى وليس بالعدد الكثير، مشيرا إلى أن الانتدابات لنادي الرجاء لن تكون عديدة. وكان الرجاء الرياضي قد أبرز تعاقدات جديدة في الميركاتو الصيفي الماضي جعلته يشكل مجموعة قوية يقودها الألماني جوزيف زيمباور وتعيد اسم الرجاء الرياضي إلى المنافسات القارية والوطنية. منخرط الرجاء يؤجلون ملف بودريقة. فضل منخرط الرجاء الرياضي التركيز على مسيرة النسور في السباق البحث عن التتويج باللقب الدوري المغربي وكذلك كأس العرش عوض فتح ملف الوضع الإداري الحالي في ظل غياب الرئيس النادي محمد بودريقة.
كما أكد بعض مخالطو الرجاء أنهم في اجتماع متواصل فيما بينهم عبر مجموعة في تطبيق واتساب، وأنهم كذلك في تواصل مع بودريقة ويقوم بمجهودات كبيرة ويتابع الصغيرة والكبيرة داخل البيت الأخضر لتعويض غيابه عن الفريق وحفاظا على استقرار النسور الخضر. وينافس فريق الرجاء الرياضي بقوة خلال هذا الموسم على لقب الدوري الاحترافي في صراع كبير مع فريق الجيش الملكي المتصدر وبطل النسخة الماضية. وليد الصبار يصدم مسؤولي الرجاء الرياضي. رفض وليد الصبار طلب مسؤولي الرجاء الرياضي بالتنازل عن جزء من مستحقاته المالية لتسوية نزاع بطريقة ودية. وكانت لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بفرض على الرجاء الرياضي بتسديد 300 مليون سنتيم لفائدة وليد الصبار. ومن جهة أخرى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تشدد على ضرورة تسوية جميع النزاعات للفرق المشاركة في المسابقات القارية. الرجاء الرياضي حاليا مطالب بتسوية مشاكل النزاعات للحصول على رخصة تخول له المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال إفريقيا. بين مالانغو يورط الرجاء في محكمة الطاس. سيجد فريق الرجاء الرياضي نفسه في ورطة كبيرة في محكمة الطاس. وحسب المعلومات فإن الشركة الرياضية تطالب الرجاء الرياضي بمبلغ مالي يقارب 800 مليون سنتيم بعد انتقال بين مالانغو إلى الفريق الشارقة الإماراتي في شهر يوليو من سنة 2022. وتشير المصادر أن الطاس سيصدر في الساعات القليلة القادمة حكما مرتبط بملف بين مالانغو والرجاء الرياضي، حيث وضع محامي الشركة الرياضية وثائق تثبت حقها في الاستفادة من مبلغ مالي بعد احتراف بين مالانغو خارج المملكة المغربية. وينضاف ملف مالانغو إلى ملف آخر مرتبط بالغابوني أكسيل مايي الذي يطالب بدوره بمبلغ مالي كبير يقارب 900 مليون سنتيم.